لو انت تعرف حد عايز يشتري موبايل تحت ميزانيه ال 20000 جنيه فانت عارف قد ايه هو تعبان. انا حسيت بيه عشان من فتره صغيره كنت عايز موبايل اندرويد متوسط استعمله في الشغل، هختبر عليه موبايل ابلكيشنز، وفي نفس الوقت مش عايز ادفع ميزانيه كبيره قوي، فكنت بدور على حاجه ما بين ال 15 ل 20000 جنيه. يبان طلب سهل جدا لان هي ميزانيه كويسه، ولكن للاسف ما لقيتش موبايل انا مقتنع بيه قوي، وده زعلني جدا علشان مش لاقي حاجه ارشحها للناس. انا كنت واضح مع نفسي، محتاج كاميرات حلوه اقدر اعتمد عليها، محتاج شاشه ممتازه ما بعرفش امسك موبايل شاشته مش حلوه، محتاج اداء ما يعلقش معايا وما يهنكش، وسوفت وير يكون محترم، وعايزه بضمان محلي علشان ما يطلعليش عليه جمارك وضرايب بعد كده. اول حاجه خطرت في بالي كان السامسونج جالاكسي اي 55، ولكن للاسف لقيته عامل 21000 جنيه، فانا كنت حابب انزل على الميزانيه ديت شويه عشان لسه هشتري شاحن وكفر وسكرين بروتكتور، اروق على الموبايل شويه. تقوم سامسونج في نفس الوقت تعلن عن الاي 36. جبت الموبايل وقررت ان استعمله علشان اشوف هل هو فعلا بيقدم الحاجات اللي انا عايزها، واقول لك العيوب اللي فيه قبل المميزات كمان. اول حاجه طبعا الشاشه، بما ان انا قلت لك ان هي تهمني قوي، فسامسونج لا يعلى عليها في الالوان. طبعا سوبر اموليد، طبعا 120 هرتز، فانت هتاخد الالوان الحلوه والحده بتاعه الشاشات الاموليد في اللون الاسود تحديدا، وفي نفس الوقت النعومه والسلاسه بتاعه التردد العالي. مستوى سطوع بيوصل لحد 1900 نتس، ودوت مستوى عالي جدا خصوصا على الفئه اللي هو فيها، يعتبر ممتاز. وعندك سماعات ستيريو، فتجربه مشاهده المحتوى عموما عليه مع الشاشه الحلوه ديت هتبقى لذيذه جدا. وحجم الشاشه حتى 6.7 انش، اكبر من الاي 55 اللي كنت بفكر فيه في الاول. الوزن بتاعه كمان اخف 195 جرام، وجزء من دوت علشان الفريم بتاعه بلاستيك. دي حاجه فاجئتني جدا لما كنت ببص على المواصفات بتاعه الموبايل، لان ملمسه في الايد حرفيا نسخه من نفس الملمس المعدن. انا ما اكتشفتش ده لوحدي من الاخر. بص اصلا شكله عامل ازاي، ده مش شكل بلاستيك يا جماعه، فانا مش عارف سامسونج عاملينه بالجوده ديت ازاي. الظهر طبعا ازاز وجايب مقاومه للميه اي بي 67، فانت حتى كمان مش هتبقى خايف ان هو يقع منك في الميه، مش هتبقى قلقان من الاخر على الموبايل قوي في الاستعمال. موبايل جامد، خامات محترمه، تصنيع محترم. فكده الحته الاولانيه بتاعت الشاشه والتصميم والخامات انا مبسوط بيها. حاجه جدا عجبتني برضو في الموبايل دوت ما كنتش متوقعها، انه بيدعم الاي سيم في الفئه المتوسطه. دي تعتبر ميزه نادره مهمه جدا بالنسبه لناس كتيره. عندك خطين شريحه عاديين وخطين اي سيم، فتقدر تحط 4 خطوط في الموبايل دوت وتستعمل 2 منهم في نفس الوقت. تبص على البروسيسور، هو جايب سناب دراجون 6 جن 3 الجيل التالت. بعد التجربه الفعليه الاداء كويس جدا بالنسبه لي. يمكن يكون مش بنفس قوه معالج الاي 55، بس هو مش بيعلق معايا في اي ابلكيشن، بيفتح بسرعه جدا، والاداء بتاعه سلس جدا، فانا مش محتاج اكتر من كده. انا مش شخص بتاع العاب مثلا. مع ذلك جربته في الالعاب، الموبايل برضه ما اثرش معايا. فهو معالج 4 نانومتر، موفر في البطاريه، اداؤه محترم، والسوفت وير بيطلع منه اداء كويس جدا. فوالله انا شخصيا اتبسطت بالحته دي. البصمه بتاعت الموبايل للاسف ما كانتش اسرع حاجه، وده التعليق السلبي الوحيد اللي عندي حرفيا على الاداء والسرعه بتاعت الموبايل عموما. السوفت وير بقى 1 يو اي 7، اللي اصلا المستخدمين بتوع الاس 24 الترا مستنيينه ينزل لهم لحد دلوقتي، فدي بسطتني جدا ان انا عندي احدث واقوى سوفت وير عند سامسونج بالشكل الجديد بتاعه، واللي هو على فكره تحفه قوي، احسن بكتير من ال1 يو اي 6. انا ما كانش عاجبني شكل ستاره الاشعارات خالص فيها، فهم هنا حسنوها وغيروا منها جامد، وفعلا الواجهه نفسها تحسها بقت انضف واخف ومودرن اكتر. من ناحيه المميزات كمان انت عندك سيركل تو سيرش، ديت ميزه نازله في موبايل في الفئه المتوسطه، اتبسطت بيها جدا. يعني حرفيا هتبقى قاعد بتتفرج على فيديو يوتيوب، تقوم معلم على شخص في الفيديو دوت يعمل لك سيرش عليه على جوجل. بتسمع اغنيه في فيديو عشوائي، هتقوم قايل له هيقول لك ايه الاغنيه اللي شغاله دلوقتي ديت. فيها مميزات كتيره جدا الحته بتاعت الذكاء الاصطناعي ديت. غير كده كمان في وعد مع الموبايل دوت ان انت هتاخد 6 سنين تحديثات، فده معناها ان الاي 55 اللي هو الجيل اللي فات اصلا اللي هو 4 سنين تحديثات بس، الاي 36 المفروض كده ياخد تحديثات لمده 3 سنين بعدها، توصل ان شاء الله بالموبايل دوت ل 2031 ويكمل تحديثات معاه. غير بقى حاجات بتاعت السوفت وير نفسه، زي ان انت تقدر تشيل حد من الصوره بالذكاء الاصطناعي طبعا. فمن الناحيه ديت هو فعلا بيقدم تجربه حلوه جدا. تخش على الكاميرات، عندك الاساسيه 50 ميجا بكسل، الثانيه الالترا وايد 8 ميجا بكسل، وفي كاميرا ماكرو 5 ميجا بكسل. انا بالنسبه لي مقتنع ان الماكرو ملهاش لازمه قوي. تجربه التصوير في الموبايل عموما حلوه، اللي فاجئني فيها ان حتى التصوير في الاضاءه الضعيفه كان برضه ممتاز قوي. لو انت عايز تتفرج على مقارنه مع كاميرا الاي 56 اللي لسه نازل جديد هو كمان، قول لي في الكومنتات وهجهز لكم الفيديو دوت. بس لو انت عايز ملخص دلوقتي، فالاي 36 فاجئني قد ايه هو قريب من الاي 56 اللي هو النسخه الاقوى منه في تجربه الكاميرات والاداء بتاعها. فبالنسبه لي هي اكتر من بتادي الغرض. انا كنت بدور على موبايل زي ما قلت لك علشان الشاشه والسوفت وير والاداء والحاجات ديت، بس لو انت حد بتدور على كاميرات هتكون برضه مبسوط بيه. البطاريه ال 5000 ملي امبير بتكمل معايا اليوم كله، وببقى مش خايف منها خالص ان هي تفصل مني في اي وقت. بس اللي فاجئني ان سامسونج لاول مره تخلي موبايل في الفئه
المتوسطه كده بيدعم شحن 45 واط، اسرع واقوى شاحن عند سامسونج. طبعا مش بنفس سرعه الشركات الصينيه مثلا، ولكن سامسونج بتهتم اكتر جدا بحته الامان بتاع البطاريه وان هي تعيش معاك لمده طويله، وبصراحه بيشحن في نص ساعه 65%، حلو جدا كده. ال 100% هيجيبها في ساعه و10 دقايق تقريبا. اللي ضايقني بقى في الموبايل ده حاجتين صغيرين. اول حاجه ان سامسونج حاطه سرعه شحن عاليه جدا، بس للاسف ما حطتش الشاحن في العلبه، فانت هتضطر بعد ما تشتري الموبايل دوت تشتري شاحن 45 واط نظيف، ودوت هيكلفك شويه. تاني حاجه الذاكره الداخليه بتاعه الموبايل دوت ما تقدرش تزودها، هيكون عندك نسخه 128 وهيكون عندك نسخه 256، ومهم قوي ان انت تختار صح، لان لو اشتريت ال 128 ولقيت ان انت كنت محتاج تزود هتضطر تبيع الموبايل وتجيب النسخه 256، مش هتعرف تزود كارت ميموري بس. ودي حاجه مش فارقه معايا انا شخصيا، لان انا كده كده ما عنديش كارت ميموري اصلا بحط عليه الصور مثلا، بس انا قلت اقول لك عليها لان انا عارف ان هي هتفرق مع ناس كتيره. بالنسبه لسعر الموبايل دوت فللاسف في وقت التصوير انا ما اعرفوش دلوقتي، احنا بس متاكدين ان هو تحت ال 20000 جنيه، واول لما ينزل السعر الرسمي هقول لكم عليه في الكومنتات. ولكن بقولها اهوت من دلوقتي، اتمنى الموبايل دوت على قد ما يقدر يبقى ارخص كتير من الاي 56. سامسونج عامله شغل ممتاز قوي في الاي 56 ومنزلاه بسعر بيبتدي من 22000 جنيه، فكل لما يبعد عنه في السعر كل ما هيبقى مغري اكتر ان انت تشتري الاي 36 وما تحسش ان انت محتاج تزود فلوس، لانه بجد بيقدم تجربه تحفه في الفئه دي. وبس كده، كان معتاد، كان معاكم احمد كمال، استنوني في الفيديو الجاي.